قبل ما نبدأ الفيلم ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك عشان القناة تكبر بيكم. فيلمنا بيحكي عن واحد بيشتغل بيولوجي بحري ومهتم بدراسة القروش وعايش مع ابنه في معمله اللي في نص المية، وابنه من كتر ما هو قدام القروش طول الوقت اتعلق بيهم وهم عرفوه وحبوه. وفي يوم قامت عاصفة جامدة جدا كسرت المعمل، بس الولد وباباه كل واحد فيهم ركب مركب إنقاذ، لكن المشكلة إن كل واحد منهم المية أخدته في اتجاه والولد بقى لوحده. لكن قرش شافه وعرفه وقال لباقي القروش بس ده تبعي، وأخدوا معاه للكهف اللي عايش فيه ورباه هناك وعلمه ازاي يعيش حياة القروش، لدرجة ان الولد طلع له خياشيم وزعنفة واسنانه بقت شبه اسنان القروش. وعاش الولد على الحال ده سنين كتير وبقى اسمه فتى القرش. وفي يوم قرر فتى القرش يدور على باباه، وهو بيلف من محيط للتاني شبك في سنارة ولد بيصطاد، ولما ظهر له الولد اخده معاه للبيت، وفتى القرش عرف منه ان اسمه ماكس. وبالنسبة لفتى القرش حكى له حكايته من طقطق لسلام عليكم، وماكس سجلها في دفتر احلامه. وقتها ماكس حس بضوء قوي بيقرب منه ولقى قدامه بنت شكلها غريب، وعرف ان اسمها فتاة الحمم وجاية تاخد فتى القرش علشان يرجعوا لكوكب درول، وده الكوكب اللي بيعيشوا فيه. وطلبوا من ماكس يروح معاهم، لكن هو مرضاش وعرفهم انه عنده مدرسة. وبعدها بنشوف ماكس وهو بيحكي الحكاية دي لأصحابه في الفصل، وده لأن أستاذ طلب من كل واحد من التلاميذ يحكي اللي عمله في الأجازة. وطبعا ماكس بعد ما حكى القصة العجيبة دي محدش صدقه والكل اتريق عليه، وخصوصا ولد اسمه لاينوس. وعلشان كده بعد الحصة أستاذ طلب من لاينوس يبطل يضايق ماكس ويحاولوا يبقوا صحاب. لكن لاينوس أول ما شاف ماكس وهو مروح ضايقه وكان عايز ياخد منه مفكرة أحلامه اللي فرحان بيها، بس لما ماكس مرضاش يديهاله طلع يجري وراه هو وأصحابه لحد ما أخدها منه. وقتها رجع ماكس للبيت وهو متضايق، وبالليل سمع صوت في البيت وفي آثار أقدام بمية على الأرض. ولما وصل للمطبخ شاف هناك فتى القرش وفتاة الحمم، لكن قبل ما يكلمهم وصل له مامته وباباه. ولما سألوه عن سبب وجوده في المطبخ متأخر كده قال لهم لأن فتى القرش وفتاة الحمم كانوا موجودين، وطبعا هم ما صدقوهوش وافتكروه كان بيحلم ومشى وهو نايم. ولما حاول يثبت لهم كلامه ووريهم قطع البسكويت المقطومة على شكل اسنان قرش برضه ما حدش صدقه، ومامته طلبت منه يروح على اوضته. اما ماكس طلع اوضته واتمنى يحصل اي حاجة ما تخليهوش يروح المدرسة تاني يوم ويقضي الوقت غرقان في احلامه. وتاني يوم صحى لقى الجو زي الفل واضطر يروح المدرسة، وباباه علشان يشغله عن احلامه بطريق غير مباشر اداله توبار روبوت قديم كانوا بيحاولوا يعملوه مع بعض زمان، وطلب منه يكملوا شغل عليه سوا. لكن ماكس مرضاش وقال له انه زمان قال انه مش هيشتغل ابدا وهو مش هيحاول في حاجة كده كده بايظة، وسابه وراح على المدرسة اللي بينه وبينها خطوتين. وفي الفصل اول ما لاينوس وصل ماكس طلب منه المفكرة بتاعته، واستاذ اجبره يرجعها له، بس ماكس اكتشف ان لاينوس كاتب له عليها وبوظها، وطبعا ده عصبه وخلاه رماها في وشه. في الوقت ده بدأ يحصل اعصار جامد في الجو لدرجة ان الشبابيك بقت بتتكسر والولاد استخبوا تحت الديسكات، لكن اتفاجئوا بان فتى القرش وفتاة الحمم ظهروا قدامهم وطلبوا من ماكس يروح معاهم لكوكب درول علشان ينقذوا. وقتها ماكس كان فاكر نفسه بيحلم، لكن بعد ما غمض عينه وفتحها ولقاهم قدامه صدقهم وراح ركب معاهم الصاروخ وخرج من كوكب الأرض وراح لكوكب درول. وهناك عرفوا إن ده كوكب أحلامه وكل حاجة حلم بيها موجودة عندهم، لكن دلوقتي الظلام حل على الكوكب وهو لازم يحميهم. ساعتها ماكس ما فهمش منهم حاجة ولا عرف هيحميهم ازاي، وهم قبل ما يقولوا له الظلام بدأ يقرب منهم. وقتها أخدوه وراحوا لمكان الأطفال وعرفوا إن إلكتريك مدير الكوكب حبسهم في لعبة ومش مديهم فرصة يناموا، لأنهم لو ناموا هيحلموا وبكده هيقدروا ياخدوا منه قوته. وبعدها فتى القرش وفتاة الحمم ومعاهم ماكس راحوا للقطر اللي فيه الأطفال ووقفوه، وبعد ما هربوهم منه راحوا بالقطر عند إلكتريك. وماكس أول ما شافه عرفه وعرف إن ده أستاذ بس اخد دور الشرير على كوكب درول. أما بقى إلكتريك أول ما شافهم خرج لهم فيش كهرباء تهاجمهم، بس هم ولا همهم وقدروا يخلصوا منها. ولما راحوا الإلكتريك علشان يخلصوا منه هو كمان مسكهم شبه الفراخ ورماهم في مقبرة الأحلام. وقتها فتى القرش وفتاة الحمم سألوا ماكس عن مفكرة
مفكرة أحلامه علشان يقروها ويحلوا الكارثة اللي حلت عليهم، لكن ماكس عرفهم إن الكارثة مستمرة لأن المفكرة بتاعته على كوكب الأرض. في الوقت ده ظهر لإلكتريك شكل غريب وكان متضايق لأن الأطفال بطلوا لعب، وبعد ما عرف اللي حصل من إلكتريك وإن فتاة الحمم وفتى القرش هم السبب وكمان جايبين معاهم ولد ما يعرفوش بينقذ الأطفال، الشكل الغريب اتضايق أكتر واتجنن بقى لما عرف إن إلكتريك رماهم في مقبرة الأحلام، وقال لإلكتريك يدور عليهم ويمسكهم بسرعة لأن الولد ده بيحلم وهو صاحي ولو اكتشف موهبته هيتدمروا. في الوقت ده ماكس شاف في المقبرة توبار الروبوت القديم بتاعه، وقال لفتى القرش وفتاة الحمم إن توبار هيقدر ينقذهم لأنه كان بيحلم إنه يكون روبوت ذكي ويساعده. وفعلا بعد ما ماكس سأله عن الطريقة اللي يقدر يحمي بيها الكوكب، توبار قال له إن الحل في أحلامه، بس المهم ما يحلمش في المكان ده لأن أي حلم هيتحول لكابوس، ولازم يروح لأرض الفطائر واللبن لأن هناك الأحلام بتكون جميلة. وبعدها أخدهم توبار على عينيه وبقه علشان يوصلهم، وفي الطريق توبار شاف قدامه قطر الذكريات وركبه لهم لأنه هيوصلهم أسرع، وفعلا بعد ثواني كانوا وصلوا لأرض الفطائر واللبن. في الوقت ده كان إلكتريك مجمع حيواناته إلا على شكل أسلاك وبيدور على ماكس وفتى القرش وفتاة الحمم. أما ماكس راح مع فتى القرش وفتاة الحمم لمكان مناسب علشان ينام ويحلم فيه، وبعد ما نام ظهر فجأة جيتسكي على شكل قرش، وظهر كمان إلكتريك اللي كان وصل لهم. وقتها فتاة الحمم صحت ماكس بسرعة وركبوا الجيتسكي علشان يهربوا، بس الأستاذ ماكس ما كانش لحق يحلم بالبنزين فاضطروا ينزلوا يواجهوا إلكتريك وحيواناته، وفعلا خلصوا منهم. أي نعم بعد ما فتاة الحمم اضطرت تزود حرارة جسمها وساحت، بس رجعت أوام لطبيعتها بعد ما ماكس حلم وهو صاحي بقرب يبعدهم عن إلكتريك، وفعلا هربوا منه. وساعتها فتاة الحمم عرفت ماكس إن هي دي موهبته، ولو قدر يحلم وهو صاحي هينقذ الكوكب بسهولة. وقتها حلم ماكس بحاجة على شكل ماسة، وبعد ما رسمها لهم على الجليد فتى القرش قال له إن دي القلب الماسي واللي يعتبر كنز أرض الجليد واللي بيقدر يوقف أي حاجة بتتحرك حتى الوقت، وعرفوا إن الماسة موجودة جوه قلعة الجليد واللي بتحكمها أميرة الجليد. وهنا فكروا الشباب يروحوا ياخدوا الماسة لأنهم لو جمدوا الوقت هيقدروا ينقذوا الكوكب. وقتها راحوا الشباب لقلعة الجليد، بس أول ما وصلوا لقوا إلكتريك مستنيهم وأخدهم لحاكم كوكب درول، واللي اتصدم ماكس لما شافه وعرفوا إنه لاينوس الولد الرزل اللي معاه في الفصل واسمه على الكوكب ماينس. وقال لماكس إنه أخد قوته بعد ما أخد منه مفكرة أحلامه وغير فيها على مزاجه، وبعدها حبسهم في قفص علشان يقدر ينام ويحلم بتدمير الكوكب براحته. وقتها ماكس فضل يدور على حل يرجع بيه مفكرة أحلامه من ماينس. أما فتى القرش وفتاة الحمم ما قدروش يعملوا حاجة لأن قوتهم قلت، بس فجأة ظهرت فقاعات على شكل أسماك وعملت أصوات مزعجة لفتى القرش، وما قدرش يسيطر على غضبه وكسر القفص، وبكده قدروا يهربوا. وماكس رجع مفكرته من ماينس وهو نايم، وبعد ما قراها ظهر سكوتر من الحمم وده كان جايبه قبل كده لفتاة الحمم في أحلامه. وهنا اتحمست فتى الحمم وراحت تاخد المفكرة علشان تعرف منها حاجات أكتر عن نفسها، لكن أول ما مسكتها اتحرقت، وبكده ضاعت آخر فرصة ليهم في إنقاذ الكوكب. واتضايقت فتاة الحمم لأنها بتدمر أي حاجة بتمسكها، وسألت ماكس هو ليه حلم بيها بالطريقة دي، بس هو معرفش يرد عليها لأنه مش فاكر أحلامه. واقترح على الشباب إنهم يروحوا تاني لقلعة الجليد ويجيبوا الماسة اللي هيقدروا ينقذوا بيها الكوكب، وأول ما يرجع للأرض ويلاقي مفكرة أحلامه هيلاقي رد على أسئلتهم. وبعدها راحوا الشباب للقلعة، وأول ما قدروا يوصلوا للماسة وأخدوها فتاة الحمام اتجمدت، ده غير إن ظهر لهم كائنات جليدية مسكوهم وودوهم لأميرة الجليد واللي طلعت ماريسا صاحبة ماكس في الفصل، واللي قالت لهم إن الماسة اللي وصلوا لها مزيفة ومش هتنفعهم بحاجة. لكن بعد ما ماكس طلب منها تساعدهم ينقذوا الكوكب اديته الماسة الأصلية، وبسرعة جرى ماكس مع فتى القرش واستخدموا فتاة الحمم على إنها وصلت مواصلات وصلتهم لعرين الأحلام، وده المكان اللي موجود فيه ماينس. في الوقت ده ماينس كان عرف كل اللي بيحصل من إلكتريك وقال له يروح يقضي على فتى القرش وفتاة الحمم لأن دول أغلى أحلام لماكس وبتدميرهم هو هيتدمر. وفعلا إلكتريك راح للشباب، ولما حاول ماكس يوقفه بالماسة اللي معاه ما اشتغلتش، بس فتاة الحمم ربنا كرمها وخرجت من التلج وعرفتهم إن محدش يقدر يستخدم الماسة غير الأميرة نفسها. وقتها فتى القرش كان جاب آخره من اللي بيحصل وجرى على إلكتريك علشان يكسره، لكن إلكتريك كان مجهز له أسماك بتكهرب وسابهم عليه، وده تسبب في إنه أغمى عليه في قاع المحيط. وقتها فتاة الحمم نزلت تجري تنقذه، بس بعد ما خرجت بيه
أغمى عليها هي كمان. وهنا ماكس فقد الأمل إنه يلاقي حل ينقذ بيه أصحابه والكوكب، لكن بسرعة راح له توبار وقال له إن الحل في إنه يبطل أنانية ويحلم لغيره زي ما بيحلم لنفسه. وفعلا بعد ما ماكس عمل كده فاق فتى القرش وظهر لهم بركان منصهر، وفتى القرش أخد فتاة الحمم ورماها فيه بسرعة، وبكده فاقت هي كمان وظهرت قوتها الحقيقية اللي خلتها تنور المكان وتبعد عنهم الظلام. في الوقت ده ظهرت قوة ماكس وبسرعة راح لماينس وبدأوا الاتنين يتحدوا بعض بالأحلام، لكن مفيش حد فيهم غلب التاني. وقتها ماكس عرض على ماينس يتحدوا ويحلموا حلم جميل ينقذوا بيه الكوكب لأنه يستاهل. بس المشكلة إن أول ما ماينس وافق وراح لهم فتى القرش وفتاة الحمم ولسه هيقولوا مبروك، وصل لهم إلكتريك اللي صمم يدمر الكوكب وما سمحش إن ماينس وماكس يتحدوا، علشان كده راح لكوكب الأرض علشان يدمرهم هناك. في الوقت ده رجعنا تاني للحظة العاصفة والولاد مستخبيين تحت الديسكات في الفصل، ولما أستاذ إيه أخدهم علشان يبعدهم لقوا قدامهم إلكتريك، وماكس قال له إن ده وصل لهم من كوكب أحلامه. بس أستاذ إيه ما كانش فارق معاه اللي بيحصل على قد ما هو كان متغاظ لأنه أخد دور الشرير في أحلام ماكس وطلب منه يحل الكارثة اللي هو السبب فيها. ووقت ما كان ماكس بيفكر في حل هو وأصحابه كانت مامته وباباه عايزين يروحوا له المدرسة علشان يطمنوا عليه، لكن العاصفة كانت شديدة وبعدتهم عن بعض. بس أوام ظهر فتى القرش وفتاة الحمم اللي أنقذوهم ورجعوهم لبعض تاني. أما ماكس افتكر الماسة وبسرعة راح اداها لماريسا اللي استغربت لما شافتها لأنها شافت السلسلة دي قبل كده في أحلامها وكانت عارفة بتعمل بيها إيه. ووقتها راحت ماريسا الإلكتريك بالسلسلة وقدرت تجمده وتكسره، ووقتها العاصفة اختفت والتلج ملا المكان. أما فتى القرش وفتاة الحمم وصلوا لماكس مع باباه ومامته وشكروه إنه حقق لهم أحلامهم لأن فتى القرش بقى ملك المحيط وفتاة الحمم ملكة البراكين، بس لسه زي ما هم أعز أصحاب. أما ماكس رجع يكمل طوبار هو وباباه وقدروا يشغلوه. وهنا بيخلص فيلم النهاردة، وأحب أعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وأشوفكم في فيلم جديد.